السلام عليكم متتبعي الكرام، سعيدة بلقياكم من جديد في قناتي وقناتكم وصفات تسنيم. الوصفة ديال اليوم ديني مأزياتك اللي غادي نوجدوها بورق الأرز أو لا سيجار اللي محضر على الطريقة الآسيوية بالطريقة اللي جد سهلة وبسيطة. وفي هذا الفيديو غادي نعطيكم السر اللي غادي يخليهم مقرمشين. كما كنعرفوا جميع ديني مأزياتك مرتفع الثمن ديالهم في السوق، كيتقاموا ب20 درهم الحبه. لهذا قلت علاش لا ما نتشاركش معكم الوصفه باش توليو تصاوبوهم في ديوركم بطريقه اللي جد سهله واقتصاديه والمذاق شبيه اللي كيتباعوا في الاسواق. غنبداو بسم الله على بركه الله. لهاد الوصفه غادي نحتاجو كميه متوسطه ديال الكفته ديال الدجاج اولا ديال الديك الرومي. انا هنا خدمت بديال الدجاج. وغادي نحتاجو ايضا الشعريه الصينيه اولا شعريه الارز والفطر الاسود من بعد ما رقدته في الماء ديال قشور الكروفيت، وحبه وحده ديال خيزو محكوك رقيق. وعندي هنا صوص الصوجا وصوص المحار اللي مهمين في هذه الوصفه، وسكنجبير خضر اللي محكوك رقيق حتى هو مهم في هذه الوصفه، كيعطيو مذاق اسيوي للوصفه ديالنا. وكتوابل الابزار والتوابل ديال الدجاج وبابريكا اولا التحميره، شويه ديال الملحه وشويه ديال السودانيه اللي كيبغي الحار. وعندي هنا توابل ديال الاطباق الاسيويه. الا كان ما متوفرش عندكم تقدروا تكتفيوا غير بالتوابل الاولى. وهنا التوابل اللي سبق وذكرت لكم غادي نضيفهم على الكفيته ديالي، وغنضيفوا عليهم سكنجبير خضر محكوك في الحكاكه رقيقه. في هذه الوصفه راه تقدروا تستعملوا حتى الكفته ديال اللحوم الحمراء. غنضيفوا على هذه المكونات حبه وحده ديال خيزو محكوكه في الحكاكه رقيقه. غنضيف عليهم الفطر الاسود اللي رطبته في الماء ديال قشور الكروفيت وقطعته طرف صغار، والشعريه الصينيه اللي رطبتها في الماء ديال قشور الكروفيت. وحاول البنات ما تخليوهاش بزاف في الماء حيت غادي تزيد طرطاو. وصوص الصوجا وصوص المحار اللي كما قلت لكم مهمين في هذه الوصفه حيتاش كيقربونا المذاق الاصلي ديال لينيم ازياتيك. بغيتكم تجربوهم البنات على ضمانتي، كيجيو شبيهين اللي كيتباعوا في المحلات ديال الاطباق الاسيويه، وكيطلعوا لكم بثمن اللي هو اقتصادي وكيعطيكم كميه اللي هي كثيره. غنخلطوا الحشوه ديالنا مزيان. للتذكير البنات هذه الحشوه كنعمروا بها بلا طياب، ما طيباش البنات، ولكن على ضمانتي ملي كتعمروا بها غير هذيك القليه اللي كنقليو لينيم ديالنا كطيب وكتجي فتيه. هذه هي الطريقه الاصليه البنات. حاولوا المكونات ديالكم ما تشحروهمش حيت هكا غادي تنقص الجوده ديالهم. من بعد ما خلطنا الحشوه ديالنا مزيان غادي نضيفوا عليها بيضه وحده اللي كتنفعنا باش هكا ما يطرطقوش لينا لينيم ديالنا اولا ما يتفرقعوش ويتحلوا لينا لينيم ديالنا وحنا كنقليو فيهم. ها هي الحشوه ديال البنات واجده، كتجي على هذا الشكل هذا. باش نعاود نذكركم البنات اللي كيعجبها الحار تقدر تزيد الصوص الحاره. اما بالنسبه لاوراق الارز فانا كنستعمل هذه النوعيه هذه اللي ممتازه البنات، راه غادا تلقاوها في جميع المحلات اللي كيبيعوا المنتجات الاسيويه اولا تقدروا تلقاوها في المتاجر الكبرى. كنوريكم هنا البنات كنحتاجوا لواحد المنديل اللي كنكون مسردينه بالماء، وواحد اللاطه حتى هي فيها شويه الماء اللي غادي نوضعوا فيها الوريقات ديالنا. حاول البنات تغطسوا الوريقات ديالكم من موراها كتحطوهم فوق هذيك المنديل اللي مسرد بالماء. وغنوضع الحشوه ديالي ونلوي عليها الورقه الارز. هنا البنات هاد الورقه كتلصق الراس، ما كتحتاجوش باش تعاودوا تلصقوها بشي حاجه اخرى. هنا غادي نعاود معكم نفس الطريقه وللمره الثانيه. الورقه ديالي غادي نوضعها في الماء دافي، غنكون وجدت واحد اللاطه فيها الماء دافي من قبل، وغنوضع الورقه ديالي واحد 3 ديال الثواني، ومن بعد غادي نحيدها من الماء ونحطها فوق المنديل اللي مسرد بشويه ديال الماء.
وهنا غادي نوضع الحشوه ديالي ونبدا نلوي. الطريقه البنات سهله جدا، كنظن الفيديو واضح. غير حاولوا البنات الورقه ديالكم ما تخليوهاش بزاف في الماء، كما قلت لكم غير 3 ثواني كافيه، وكتحيدوها من الماء تحطوها فوق المنديل اللي كيكون مسرد من قبل. وهنا راه عمرت لينيم ديالي، ها هما البنات كما كتشوفوا كتجي الحشوه غزاله والورقه حتى هي غزاله البنات. هنا غادي ناخذهم نمشي نقليهم في شويه ديال زيت المائده اللي غنكون مسخناه مزيان من قبل. وهنا البنات غادي نستف لينيم ديالي في المقله، غادي نحاول نقلبهم على جميع الجوانب. حاولوا ما توقفوش من التقلابه البنات باش هكا ما يتحمروش مزيان، حيت حنا بغيناهم هنا نص الطيبه. هذا هو السر اللي قلت لكم البنات باش كيجيو مقرمشين. كنطيبوهم نص الطيبه ومن بعد كنعاودوا نقليوهم للمره الثانيه باش كيجيو مقرمشين. ها هما البنات كما كتشوفوا معايا في الصوره، هنا قليتهم للمره الاولى البنات، غادي نعاود نقليهم للمره الثانيه باش هكا كيحافظوا لي على التقرمشه ديالهم وكيجيو مقرمشين مزيان البنات. في نفس المقلاة وفي نفس الزيت اللي قليت فيها في الاول غادي نخليو لينيم ديالنا يبردوا شويه وغادي نعاودوا نقليوهم للمره الثانيه. في هذه المرحله البنات غادي تقليو نتوما كتقلبوا على جميع الجوانب حتى كياخذوا اللون الذهبي ديالهم. حاولوا البنات ما توقفوش من التقلب، حيت هكا الزيت سخونه مزيان والورقه رقيقه دغيا كيتحمروا معنا. ها هما لينيم ديالي واجدين كما قلت لكم البنات، كيوجدوا في مده قصيره وكتجي ريحتهم غزاله وكتشهي، كيجيو مقرمشين والحشوه رائعه. شوفوا لي البنات كي كيجيو مذهبين واسمعوا لي التقرميش البنات. ها هما لينيم ديالي كيجيو على هذا الشكل هذا، ورافقتهم بهاد الصلصه اللي كتجي خاطره وزوينه. لهنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم على حسن التتبع ديالكم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي شي كومونتير يكون زوين باش تحمسوني نزيد نعطي وصفات اخرى باش هكا تعمل فائده.